ومعادنا معاكم وحلقة جديدة من حلقات كيف نبنيها ومفتاح جديد من مفاتيح الحياة الطيبة. مفتاح النهاردة هنتكلم فيه عن المناعة النفسية. زي ما سمعتوا كده، المناعة النفسية. حد نقول عنده مناعة، ده معناه ان جسمه عنده مقاومة ضد امراض او فيروسز، غير ان هو ممكن ما يتصابش بالامراض دي، ولكنه حتى لو اتصاب الاعراض ممكن تبقى خفيفة جدا، مش ظاهرة او مش بتأثر على جسمه بشكل كبير. المناعة بتحتاج تغذية سليمة وفيتامينات. في المناعة النفسية هي شبيهة بكده بس من شق نفسي، وبرضه بتحتاج تغذية وفيتامينات. تعالوا نشوف نغذيها ازاي. المناعة النفسية بتتأثر ب3 عوامل مهمين: الأفكار والمعتقدات، المشاعر، والتحديات الخارجية أو المواقف اللي ممكن نكون بنمر بيها وبنرياكت ليها أو بنتفاعل معاها. الأفكار اللي في عقلنا عن نفسنا ممكن تكون بتصب في مسميات كتيرة قوي، زي مثلا مسمى السلف ايمج، صورتي الذاتية عن نفسي، أنا شايف نفسي ازاي. في مسمى تاني سيلف وورث، اللي هو الاستحقاق الذاتي، أنا شايف نفسي أستحق ولا لأ، شايف نفسي ذو قيمة زي ما ربنا كرمني وخلقني من أول ما كنت لسه نطفة في رحم الأم ولا لأ، شايف نفسي أستاهل ولا لأ، تستاهل الأمان، تستاهل الاحترام، تستاهل الحب. هل شايف نفسك تستحق الحاجات دي ولا لأ؟ ممكن كمان أفكار تانية يكون بتأثر في السلف كونفيدنس، ثقتك بنفسك في مواقف معينة. هل أنا أقدر أعمل ده ولا لأ؟ زي مثلا أنا عمري ما هعرف أتكلم قدام الناس، أنا عمري ما هعرف أسوق، انا مش شايف ان انا عندي ثقة بنفسي في الموقف المعين او في وظيفة معينة. self confidence, self worth, self image كلها افكار عن نفسنا موجودة في عقلنا. الافكار دي يا ترى بتخدمنا ولا ما بتخدمناش؟ بالنسبة للمعتقدات، من واحنا صغيرين بيتكون في دماغنا معتقدات عن نفسنا، عن العالم حوالينا، عن الناس، عن حاجات احنا قد نكون شايفينها لوجيك او منطقية جدا. المعتقدات دي ممكن تبقى معتقدات راسخة وقوية جدا ومتينة ولا يمكن تغييرها او تحريكها من مكانها، وقد تكون شوية معتقدات فيها بعض المرونة، يعني ممكن يتعمل فيها شوية تعديل او شوية تصحيح في مشوار حياتنا. وهنا يجي سؤال مهم جدا: هل انت محبوس في معتقد راسخ تعبك في حياتك، معطلك انك توصل لهدف معين، او معطلك ان انت حياتك تبقى ماشية مرنة او سلسة او مريحة بالنسبة لك؟ المعتقدات اللي بتبدأ بكلمة لازم أو المفروض، هل أنت لازم تعمل الحاجة دي وبتعملها وأنت تعبان أو مش قادر تنفذها أصلا؟ بتعملها وأنت بتعافر عشان المفروض أن أنت تعملها بس أنت مش قادر تعملها أو مش مرتاح أن أنت تعملها. معتقدات ممكن تكون مأيداك، مخلياك أنا عايز أعمل حاجة دي بس مش المفروض أعملها. المعتقدات الراسخة أو الأفكار الراسخة في حياتنا اللي ممكن تكون معطلانا بتحتاج وقفة مع نفسنا عشان نسأل نفسنا أسئلة زي هل الفكرة أو المعتقد ده بيأذيني ولا بيخدمني؟ لو بيخدمني إزاي وبيأذيني إزاي؟ طيب لو أنا هعمل تعديل في المعتقد ده، تعديل بسيط، ممكن يكون إيه؟ طب لو أنا كنت عايش حياتي والمعتقد ده مش موجود، مش بؤمن بيه، كان إيه اللي هيحصل؟ تاني حاجة ليها تأثير على مناعتنا النفسية هي المشاعر، وأول مشكلة بنقابلها في موضوع المشاعر ده هي مسماها. أسميها إيه؟ هل أنت بتعرف تسمي الشعور باسمه الحقيقي ولا لأ؟ هل بتعرف تعبر عنه بشكل جيد ولا لأ؟ يعني مثلا متضايق غير زهقان غير غيران غير محبط، كل واحد منهم ليه حالة معينة، وكل واحد منهم ليه طريقة تعامل مختلفة عن التانية. هل بتعرف تدي الشعور اسمه الحقيقي والصحيح بالنسبة لحالتك ولا لأ؟ تاني عقبة بتقابلنا واحنا بنتعامل مع مشاعرنا هي كيفية استقبالها. ازاي بنستقبل المشاعر، سواء زي ما بنسميها حلوة او وحشة او ايجابية وسلبية. ولو ان انا عندي اعتراض على حتة سلبية دي، لان انا بعتبر ان كل المشاعر ايجابية. ليه؟ الايجابية الاولى اللي هي زي مشاعر الفرح، البهجة، السعادة. طيب بنتعامل معاها ازاي؟ هل بتديها وقتها؟ هل مثلا احساس فرحة نجاحك بحاجة بتديها وقتها، بتكافئ نفسك، بتحس بانجازك، ولا بتقول انها خطوة من الخطوات اللي انت بتعملها ما بتعيش اللحظة بتاعتها؟ المشاعر الفرحة والسعادة والبهجة مشاعر مؤقتة بتيجي وتروح بسرعة. في الوقت اللي بتيجي فيه بتاخد فعلا الواجب بتاعها ولا لا؟ اما بقى المشاعر الإيجابية التانية او اللي هي بنقول عليها سلبية او المشاعر الوحشة، المشاعر دي جاية مرسال، جاية معاها رسالة عايزة تديها لك. الرسالة دي محتاجة ان انت تقف تمسكها، تقراها، تفهمها، تستقبلها استقبال جيد،
وبعدين تقدر تفسر اللي جاي وراه ايه. ممكن تكون جاية تنبهك لحاجة، تحذرك لحاجة. هل انت بتقرأ الرسالة اللي جاية من المشاعر دي ولا لا؟ طيب دي بالنسبة للمشاعر، ودي بتبقى رسائل جاية مع المشاعر. انا فكيت شفرتها واستقبلتها ازاي، هي دي النقطة مهمة. هل اديتها بقى وقتها واستقبلتها على انها ضيف جاي لي ياخد وقته ويديني رسالته ويمشي، ولا انا رفضت ان انا استقبل الشعور ده؟ رفضي لاستقبال الشعور ده هيخليه ما يمشيش ولا يختفي من حياتي، ولكنه هيفضل واقف لي على الباب، كل شوية عمال يخبط، كل شوية عمال يخبط، يطلع لي في مواقف ما كانتش وقتها، او ما كانش الموضوع يستاهل. زي ان مثلا اتفاعل مع موقف معين، يكون ليه رد فعل اكبر بكتير جدا من رد فعل المتوقع مني او العادي بتاعي. ده بيبقى لان المشاعر دي واقفه لي على الباب، عامله لي دوشه، كل شويه عماله تخبط تخبط تخبط، زي لمبه حمراء شغاله جوايا وانا مش مديها اهتمامها، فتبدأ تظهر في مواقف تانية مش مستاهلة ان هي تتعمل. مثلا شعور الحزن، في ناس بتخاف تحزن، ما بتحبش تحزن، من باب ان انا ما بحبش النكد، فبتهرب منه، تكتمه، ما تبينوش، ما تستقبلوش. شعور الإحباط ده شعور عايز يقولك ان انت توقعاتك ما كانتش سليمة فأحبطت، او كان توقعك سليم ولكن كان في غير محله، كان في موقف مش مفروض ان هو تتوقعه فيه، او مع ناس مش طبيعي ان انت تتوقع الإحساس ده او تتوقع الحاجة دي منهم. لما تحس بالإحباط بيبقى في عندك مشكلة في التوقع اللي عندك انت، في أساس لإحساس الإحباط ده. لو انت ما فكتش الشفرة بتاعت احساس الاحباط مش هتعرف تحل مشكلة توقعاتك. مثلا احساس الغضب جاي يقولك ان انت في موقف ضايقك، او استقبلت الموقف بفكرة ضايقتك. هل وقفت قبل كده عشان تفكر هو انا ايه اللي ضايقني في الموقف ده؟ عرفت مصدره ايه، اساسه ايه؟ هل الفكرة اللي كانت عندي هي اللي ضايقتني، ولا الموقف من الشخص اللي قدامي ضايقني؟ هل انا بعد كده قلت للناس اللي قدامي او الشخص اللي قدامي ان المواقف دي بتضايقني عشان اقدر اتعامل بعد كده مع مشاعري، ولا انا اصلا غضبت وخلاص، زعلت وخلاص، اتعصبت وخلاص، ولا انا اصلا ما عملتش اي مجهود في ان انا اظهر مشاعري وكتمتها وانتهى الموضوع؟ اللي بيحصل ساعتها ان انا بيحصل عندي اوفر رياكشن، رد فعل اوفر، رد فعل زيادة، طريقة تعامل في مواقف انا نفسي بعد كده ممكن استغرب هو انا عملت كده ليه. ممكن يكون ببساطة شديدة عشان عندي مخزون مشاعر مهمل، محدش بصله ولا حد وقف معاه عشان يفهم الرسالة متشفرة معناها ايه. تالت حاجة من العوامل اللي بتأثر على مناعتنا النفسية هي المواقف الخارجية أو الظروف الحياتية اللي ممكن نكون بنمر بيها، ودي مواقف كتيرة ممكن تحصل، زي مواقف مثلا خيانة من حد، فقدان حد، تغيير في حياتنا بشكل كبير قوي او شكل مفاجئ جدا ممكن يكون بيأثر علينا بالسلب. احنا قلنا في تغذية وفي فيتامينات، او الفيتامينات او السلوكيات اللي ممكن نكون بنعملها او بنتعلمها في حياتنا عشان تساعدنا على تقوية مناعتنا النفسية. المرونة، الريزيلينس. المرونة معناها ان انت لما تقع ما تتكسرش، ولكن لما تقع تاخد وقتك وتقوم تاني، تبقى عارف ان المواقف اللي انت بتعدي بيها ما هي الا مسألة وقت مع مجهود منك انك تقوم. مش كل موقف هتعدي فيه هيقوم وقعك وكسرك واخد وقت طويل جدا جدا عشان تحاول تتعافى منه، ويا اما يحصل ان انت تتعافى او لا. المرونة سلوك مكتسب او مهارة مكتسبة احنا بنتعلمها في حياتنا، وبتساعدنا جدا على تقوية مناعتنا النفسية ضد تحديات الحياة اللي ممكن نكون بنمر بيها. تاني حاجة او تاني فيتامين ممكن نكون بناخده عشان يقوي مناعتنا النفسية، وهو ان احنا ندخل في حياتنا فكرة الاعمال الطيبة، انك تكون بتعمل عمل طيب كل يوم سواء لنفسك او لغيرك. فكرة الاعمال الطيبة بتقل عندك مشاعر الطيبة، فتعمل لك توازن في حياتك. حتى لو انت في يوم اتضايقت او حصل لك موقف ضايقك او اتعرضت لموقف يكون دخل عليك شوية مشاعر انت مش مبسوط منها، ولكن فكرة ان انت عندك مشاعر طيبة مخزونة عندك يظبط الميزان. تالت حاجة هنتكلم عليها من فيتامينات المناعة النفسية وهي الامتنان. تمرين بسيط جدا بتعمله كل يوم، شكر لله على النعم اللي عندك، وشكر لله على الحاجات الكويسة اللي حصلت لك في اليوم. ميزة الامتنان ان هو بيخليك تركز قوي في
ايه الحاجات الحلوة اللي حصلت في اليوم اللي قد تكون عدت عليا عادي، زي مثلا ان حد عزمني على كوباية قهوة في اليوم. بالنسبة لي ممكن تبقى حاجة عادية، ولكن لما انا اركز عليها واحط عليها سبوت لايت ان دي من ضمن الحاجات اللي انا ممتن ليها، ان كان في مثلا قعدت قعدة حلوة الصبح مع صاحبتي، شربنا قهوة، الجو كان لطيف، كل الحاجات دي بتحسن من المناعة النفسية. رابع فيتامين هنتكلم عليه وهو العلاقات الطيبة. حاوط نفسك دايما بعلاقات طيبة في حياتك، لانها بتديلك دعم وسند، بتحسسك ان انت مش لوحدك، وان انت مهما كان اتعرضت لمواقف قد تكون صعبة عليك، ولكن دايما في ايد بتطبطب، دايما في حد بيسمعك، حد بيشاركك مشاعرك. مشاركة الحزن تقلل منه، ومشاركة الفرح تزوده. دي فيتامينات ممكن تساعدنا مع مناعتنا النفسية، وفي نفس الوقت طريقة التغذية اللي بنغذيها بيها من أفكار ومعتقدات ومشاعر ووعينا بيها من أهم النقط اللي اتكلمنا عليها النهاردة. كده خلصت حلقتنا بتاعت مناعة النفسية، وهو مفتاح مهم من مفاتيح الحياة الطيبة. ومعادنا معاكم إن شاء الله المرة الجاية.